أرض سوريا والعراق ولبنان وفلسطين، واتركك من فلسطين أخي، أنتم لم تقدموا لنا شيء، لن تقدموا لقضيتنا شيء، نحن لم نكن على البال، أنتم غائبون عن الوعي ونحن نقتل ونذبح، وأنتم تجون بعد ذلك توالون بشار الأسد، توالون ما أعرف منو، توالون محور الشر. أخي العزيز، البارح بنفس منصة أستاذ كمال لما أنا تحدثت بواقعية وتحدثت بما يحصل في مناطقنا، خرج شخص وقال لي أنت عندك خلل بالعقيدة، قال لي عندك خلل بالعقيدة لمجرد أنه أنا قلت إيران عدوي الأول ليست إسرائيل. لماذا؟ لأنه أنا ما خلاني أوضح الكلام، عملني مدخلي وعملني أنا عندي خلل بالعقيدة. أخي العزيز، إحنا اليوم نعيش صراع عقائدي بالمنطقة، أنت بعيد شئت أم أبيت، شئت أم أبيت، أنت بالتاريخ القديم أنت خارج قوس، اسمح لي، حتى بقياسا بالبلدان الأخرى تأسيس بلادك كان يعني بال48 أصلا شبه أنه أنت كنت ما موجود، مع احتراماتي لك، مع احتراماتي لبلدك وتاريخ بلدك. بالتاريخ الحديث اليوم نحن ليش طلعنا نتكلم كأنا عراقي؟ اتركك من الإخوان المصريين المغاربة الليبيين، نحن كأنا العراقي والسوري، خلي أحكي لك بالذات، يعني خلي تحتها خطين. نحن أهل السنة في تلك المنطقة عانينا من إيران، عانينا من إيران. أما الكيان الصهيوني فهو موجود في بقعة محاصر حاليا، يعني انه هو ما عنده امتداد، يعني باقي في رقعة موحدة وخطره معروف، خلص ما التقي معاه في اي نقطة. اما الخطر العقائدي اللي يجيك من ايران، الخطر العقائدي انه هو اليوم يجي ينسب نفسه على الاسلام وهو فعل بينا ما فعل. نحن حتى كعراقيين نحن تأذينا كثيرا، لكن انا دائما لما اطلع استذكر السوري بحكم قرب المسافة، بحكم التقارب، وبحكم انه نحن يعني على الحدود سوية كيف انت والمغرب، لكن نحن صراحة لسنا دولة شر مثلكم، نحن يعني جدا احباب وحتى متناسبون واقرباء. فاليوم ملايين السوريين قتلوا من حليفتكم روسيا، من التي انتم مطبعون معها، روسيا مطبعون معها قتلت إخوانكم السوريين السنة وهجرتهم مناطقهم وأجهضت ثورتهم وفعلت فيها ما فعلت. تمام؟ هذا ما فرق الروسي اليوم عن الكيان اللي أنت تدعي أنه فلان مطبع وفلان مطبع وتتهم الناس. إيش الفرق بالموضوع؟ ما يوجد أي فرق بالموضوع. والله قتلوا من السوريين أكثر مما قتلوا من الفلسطينيين، واليوم دفعوا غزة إلى حرب أوجاع يقتل بها أهل السنة، بين قوسين أهل السنة، تمام؟ ومن بعد هذا الشيء ما بس أنه ما انتهت القضية، لا، سوف يتقدم الكيان. أنت لا تتصور المناطق اللي قصفها الكيان راح يخلي ويستولي عليها، راح يخلي أهل يرجعون عليها، هذا الشيء مستحيل. راح يخلي أهل غزة يهجرهم إلى أي مكان يكون، اللي يتبقى منهم طبعا إذا تبقى منهم أحد، لأن اليوم محاصرين حصار مقيت، يقتلون مرضى، تعرفون يعني ما يخفى عليكم هذه الأشياء. اليوم راح يدخلون على المستوطنين، مستحيل مناطق عطوها بالدم راح يرجعون يرجعوها لاصحابها، هذا الشيء مستحيل. فبالتالي هذه الحرب خسائر تضاف الى الخسائر التاريخيه، وبالتالي المزيد من الاراضي، ويطلع رئيسك يحرج الرئيس المصري بكلام، وانت ما تعرف مصر والضغط اللي تتعرض له، وما عندك، انت غايب عن الوعي وغايب عن الفكر السياسي، غايب عن دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات. أنت ما عندك. طيب أنت اليوم كم صاروخ سكود عندك؟ تدعي القوة وتدعي أنك دولة إقليمية، وأنت يعني أغلبكم تطلعون تقولون دولة إقليمية. زين شنو هي شروط الدولة أنه تكون إقليمية؟ أنت ما عندك صراحة، لا عندك قواعد خارج بلدك، لا عندك قوة مالية كافية، وتنقصك كثير أمور حتى تكون دولة إقليمية. ركز لي، لا تطلع تقول أنا دولة إقليمية في المنطقة، أنت ما دولة إقليمية. أنا مصر ما تفتح لي الحدود، قال قبلك علي عبد الله صالح، وقال القذافي، وقال صدام حسين. أنت اليوم عندك صواريخ سكود، اضرب من شئت، اضرب 3000 4000 صاروخ أنت وإمكانياتك. يعني أنت مثل ما اليوم أنت تقول أنا مساند لمحور المقاومة، رغم أنه أنا أختلف معهم، لكن يضربون صواريخ خلص أيا كان
ما تؤذي، تنزل بالأطراف، تفجر من القبة الحديدية. لكن أنت اليوم دولة، أنت لست محور، أنت دولة كبيرة وتمتلك ترسانة عسكرية كبيرة كما تدعي، فاطلق صواريخ السكود. وصراحة شوية خلي يعني نخفف من الإحراج اللي حدث هاي الفترة يا أخواني الأعزاء. يعني لازم إنه نخفف من هذا الإحراج عنكم، ولا نقبل عليكم ما يحدث. لكن أنتم صراحة حلفاء فرنسا. من بنى النظام الإيراني؟ فرنسا، من أتت بالخميني سنة 1975 وأطاحت بالشاه الإيراني وأتت بنظام الخميني الذي هو حليفكم. فأنتم سياستكم مسيسة، لست أنتم. من يفهم منكم فليفهم، سياستكم مسيسة لتدمير الدول الآمنة في شمال أفريقيا من العربية والناطقة